مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي كوكينج ويز صفاء. إذا كنتوا عم تشوفوا هالفيديو لأول مرة بتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. وصفتنا لليوم هي طبق من المطبخ الإيطالي، رح نحضر سوا وراك اللحمة الإيطالية بالجبنة. لحتى أحضر اللحمة رح أحط عليها بيضة وكوب كعك مطحون وملح وفلفل وإكليل الجبل وأوريجانو، وبضيف عليهم توم مهروس وبدعكهم كلهم سوا. شكلت اللحمة على شكل كرات وحشيتها بالجبنة الموزاريلا وسكرته. بدهن الصينية اللي بدي أشوي فيها كرات اللحمة بزيت الزيتون، وبدخلها لفرن مشغل فوق وتحت على درجة 180، وبتركها من 10 دقايق لربع ساعة حسب الفرن المتواجد عندكم. لحتى أحضر صوص البندورة بقلي بصلة لحتى تدبل، وبضيف عليها البندورة المقطعة ومعلقة كبيرة إكليل الجبل. وبضيف عليهم 3 مكعبات مرق لحم وكوبين مي، وبتركن يغلوا مع بعض لحتى نحصل على صوص سميك القوام. وآخر خطوة بضيف كرات اللحم اللي شويتن وبتركن يغلوا مع بعض 10 دقايق. حضرت جنبها رز أبيض وزينتها بالجبنة القشقان. هيك كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون نالت إعجابكم، وإذا حبيتوها اعملوا لايك للفيديو وشير، وما تنسوا تفعلوا الجرس لتوصلكم كل الوصفات. شكرا على المتابعة.